من سنتين أنا سويت دورة مشان دار المرأة وجيت حرسين، صار لي سنتين أنا هنا، هاي أول مرة. المرأة لازم تتعلم على سلاح، ليش ما تتعلم على سلاح؟ بالعكس السلاح يعني شيء مهم. يعني ما كنت أتوقع حالي إني أشيل سلاح وأسرح، بس إجباري يعني الحاجة اضطرتني إني أشيل سلاح وأمشي. دائما بحرب والواحد يعني لازم يتعلم على سلاح، يحمي حاله ويحمي أهله مثل ما قلتي أنت. وبهالوضع هذا المعاه سلاح، يعني لما الواحد يمشي معاه سلاح مو مثل اللي يمشي معاه سلاح، يختلف كثير. يعني لما معاش سلاح تحسين حالك يعني تقدر تحمين حالك من أي شيء. أنا بالبيت ما عندي سلاح، يعني بي حرامية بي، يعني الأمر يعني إحنا بنص جرية كل شيء يصير. يل ما عنده سلاح بده شنو بده يحمي حاله. أفتخر إني أدافع عن حالي. يعني يجينا الرفيقات هنا أدخلهن هنا عندي بالمحرس وأروح أعطي التكميلة وأجي أفوت. يعني لما تحسين إني جاي تحمين هن رفيقات لإلي إجباري بدي أقف على الباب وأحميه. لأي حركة يعني مثل الأيام لما كان زلمة هنا الصور وأخذها هاتف وراح. يعني أكثر الأحيان أضطر أقعد برا، يعني بناس تصور بناس تفوت هيك. بلاحظ الوضع يعني مو ظابط. أنا قاعدة أحرس النساء وهي قاعدة تحل قضاياهن. يعني لما نتحل قضية مرة مسكينة وما هي قادرة والزلم يعني حيل يسوون لها. بالعكس لما تطلع يعني أنا أقعد معاها أحسها مرتاحة ومبسوطة تطلع. لسه لازم يشتغل، لازم يروحون يطلعون، مو يضلن قاعدات في البيت. يعني اللي يقعد بالبيت ما يشوف كل شيء، بس اللي يطلع برا ويشوف الدنيا ويشوف يتوعى أكثر. وكل واحد يكون عنده سلاح، يعني ما تعرفين شو يصير. الواحد بده يحمي حاله. يعني أنا حسيت حالي مسؤولة عن حمايتهم. ما فينا نستغني عن السلاح. ليش؟ ليش يعني أحسه عبالي حملته يعني ما أقدر أمشي من دونه. هالحرب هاي عم تأثر على النساء بشكل سلبي. مرة قبل بالمناطق بالتحديد اللي تحت سيطرة الدولة هلا موجودين. قبل كانت المرأة في عندها إرادة بس بدها إنه حدا يكون يساعدها يكون يسندها. بهالأمور هاي نحن كنا نروح عليهم حتى على البيوت لحتى نساند المرأة ونساعدها من خلال كل القضايا. إذا كانت تعدد زوجات أو خلاف زوجي أو زواج قاصر كنا نحن نروح بنفسنا على هالبيوت هاي. بس بهالوضع هذا نحن ما نقدر نصل للمرأة. المرأة راح تتعنف بشكل كبير بهالمناطق هالفترة هاي لأنه ما في حدا يسندها. وبالأخص إنه هالدولة هاي ما أصدرت قانون إنه تستند عليه المرأة أو يضمن حق المرأة. يعني هل المرأة بتستند على مين؟ إذا صار فيها مشاكل، إذا صار في زواج قاصر، صار في تعدد زوجات، يمكن عندهم هالشي هذا مسموح لأن هم راح يستندون على الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية ما فيها شي هذا، بس هم راح يطبقون هالشي هذا على إنه أساس الشريعة الإسلامية. فالمرأة راح تتهمش، راح تتعنف بهالفترة هاي يمكن لفترة أكبر ما حدا يعرف هالشي هذا. بس المرأة هي المتضررة أكثر شي بهالحرب هاي، لأنه المرأة أساس هالحرب هاي للمرأة، لتهميش المرأة ونفي دور المرأة من المجتمع. أختي كانت كمان إجت معنا وانضمت لهالحركة، حركة المرأة. طبعا هالشي هذا خلانا نتقوى نحن اثنيناتنا مع بعض، كوننا موجودين نحن مع بعضنا. طبعا نحن أنا هنا عم ندافع عن النساء بشكل معنوي ضمن هالقوانين الموجودة للمرأة. عم حاول قدر الإمكان إني ندافع عن المرأة ونساند المرأة، وأختي كمان هي موجودة هنا مشان تحمي المرأة وتحرسنا وتساندنا.